لو سألت أي حد في الشارع عن مين نمبر 1 في الأكشن المصري هتلاقي الردود مختلفة، في اللي هيقولك محمد رمضان وفي اللي هيقولك أحمد العوضي. بس يا ترى مين فيهم الأقوى في الأكشن والأكتر نجاح والأقرب لقلوب الجمهور؟ النهاردة هنحلل الموضوع بدون تحيز وهنشوف مين الأقرب للقب نمبر 1. ويلا بينا. البداية والانتشار. محمد رمضان بدأ مشواره الفني بدور صغير في حمادة يلعب، وبعدها شارك في أفلام زي احكي يا شهرزاد لحد ما خد البطولة في الألماني اللي كان نقطة التحول في مسيرته، وبدأ يعرفه الجمهور بلقب الأسطورة. احمد العوضي بدأ بادوار صغيرة برضه، وكان اول ظهور ملحوظ ليه في الدالي، لكنه اخذ الشهرة الحقيقية بعد كلبش 2 مع امير كرارة، والناس بدأت تحبه في ادوار الاكشن، خصوصا لما قدم هشام عشماوي في الاختيار واحد. الخلاصة محمد رمضان خد الشهرة بسرعة بسبب اسلوبه في التمثيل والاغاني اللي دعمت اسمه، لكن العوضي مشواره كان ابطأ لكنه اثبت نفسه بادوار قوية جدا. تاني حاجة الاكشن والتكنيك القتالي. محمد رمضان بيعتمد على الاكشن الاستعراضي وبيقدم مشاهد ضرب وسلاح فيها استعراض للجسم والقوة، وده واضح في نسر الصعيد والأسطورة وجعفر العمدة. أحمد العوضي بيعتمد على الأكشن الواقعي وبيميل لحركات قتال أقرب للحقيقة، وده بان جدا في الاختيار وضرب نار وشديد الخطورة. الخلاصة رمضان بيقدم أكشن سينمائي مبالغ فيه لكنه ممتع، بينما العوضي بيقدم أكشن أقرب للواقع. تالت حاجة معانا النجاح الجماهيري وعدد المشاهدات. محمد رمضان عنده قاعدة جماهيرية ضخمة وبيوصل لمشاهدات عالية جدا، زي مسلسل جعفر العمدة بخطى 3 مليار مشاهدة على التيك توك، وأغانيه بتوصل لملايين بسرعة، وأعماله دايما بترند. أحمد العوضي مسلسلاته بتحقق نجاح كبير زي ضرب نار، كان من أنجح المسلسلات الرمضانية، لكن ما وصلش لنفس أرقام محمد رمضان في المشاهدات الرقمية. الخلاصة محمد رمضان ناجح جماهيريا اكتر وبيعتمد على السوشيال ميديا، لكن العوضي برضه بيحقق نجاح قوي في التلفزيون. ورابع حاجة معانا القبول الشعبي والكاريزما. محمد رمضان عنده شخصية كاريزمية وبيعرف ازاي يخطف كاميرا، وبيعتمد على جمل قوية زي الثقة في اللا نجاح، وافلامه كلها بتدور حوالين البطل الخارق اللي محدش يقدر عليه. انما احمد العوضي عنده ستايل مختلف بيعتمد اكتر على ادائه التمثيلي الواقعي، والجمهور بيحبه في دور البلطجي الجدع او الراجل القوي اللي عنده مشاعر حقيقية. الخلاصة رمضان بيعتمد على الكاريزما والاستعراض، والعوضي بيكسب الناس بالاداء الطبيعي والواقعي. في النهاية مين نمبر 1؟ الحقيقة ان كل واحد فيهم عنده ستايل مختلف. رمضان بيكسب بالاكشن والاستعراض والشعبية الضخمة، والعوضي بيعتمد على الاداء القوي والاكشن الواقعي، والقرار في الاخر بيرجع للجمهور. قولوا لنا في الكومنتات مين الافضل في الاكشن المصري، محمد رمضان ولا احمد العوضي؟ استنوني في فيديو جديد من رايح جاي مع عبد الله الجيهة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.